أهلا بيكم وحكاية جديدة من حكاياتنا وفنجان قهوة وحكاية. والحكاية النهاردة الحقيقة هنتكلم عن الحب. أجمل شيء في الدنيا الحب. والحب ده يعني معانيه كتيرة قوي ودقيقة جدا، ومحدش قدر يوصل لمعانيها الدقيقة، أو ما يعني محدش يدرك حقيقتها إلا بالمعاناة وبالتجربة. والحب طبعا شيء مشروع، ربنا يعني القلوب كلها بإيد ربنا سبحانه وتعالى. وربنا يعني حتى يعني خلق الحب بين البشر عشان الحياة تكون جميلة ومستمرة. وأفضل الحب هو المتحبين في الله سبحانه وتعالى، اللي بيجمعهم دين، بيجمعهم عمل صالح، بيجمعهم بيحبوا الإنسان، ما بيحبوش إلا عشان الله سبحانه وتعالى. الحب أنواعه كتير الحقيقة يعني، وطرقه كتيرة برضو. محبة الأهل والأقارب والأصدقاء والرفيق أو الإنسان يعني الشريك. وطبعا في العشق، ده اللي هو بيبقى يعني يقولوا بيوصل لمرحلة ان هو عشق انسان لانسان، او عشق انسان لمحبوب. وده الحقيقة بيبقى يعني ايه صعب جدا، يعني زي ما بيقولوا زمان العشق ملوش دواء يعني. فالنهاردة هنتكلم بقى عن علامات الحب، يعني بداية كده. في البداية هنتكلم عن علامات الحب. من علامات الحب إدمان النظر، يعني يقولوا العلماء والشعراء والناس اللي كتبوا في الحب كتير جدا من زمان. فيقولوا إن من علامات الحب إدمان النظر. يحب الإنسان اللي بيحب حد يحب يبص له أوي، يحب يفضل يبص له ويتابعه، ولو راح أي حتة تلاقي نظره عليه، يبص عليه. و يعني ما يفرقش نظره، ما يشيلش نظره من عليه لحد ما يبعد، او لحد ما يكونش مثلا موجود. والعلامة التانية هو ان هو يحب قوي يتكلم معاه. تلاقيه يحب يتكلم معاه، وتلاقيه بيتكلم معاه بأريحية كده، ومبسوط ان هو بيتكلم معاه. وتلاقيه يتكلم معاه بسلاسة، وتلاقي يعني عنده كلام كتير عايز يقوله له، ويحب يسمع له قوي برضه. و... ويستغرب اي حاجة بتحصل منه او كلام بيقوله، كأنه كلام يعني خارق او كلام جميل قوي، رغم انه ممكن يبقى كلام عادي جدا، لكن هو ما بيسمعه من حد بيحبه بيحس ان هو كلام يعني ايه جميل قوي، يعني حاجة خطيرة يعني. ويصدقه وهو بيتكلم، ويوافقه، ويشهد له كمان حتى لو كان غلط، يعني تلاقيه يشهد مع حبيبه يعني. فدي برضو من علامات الحب. والعلامة بعد كده من العلامات برضو اللي هو يحب يروح المكان اللي هو فيه حبيبه، أو هيشوف فيه حبيبه، أو المكان اللي هو يعني قريب من حبيبه. فيبقى عايز يروح ويسيب أي شيء عشان يروح للمكان اللي هو هيشوف فيه حبيبه، أو المكان اللي فيه حبيبه. ومن علامات برضو يقولوا ان هو اضطراب ولخبطة بتحصل للإنسان اللي بيحب لما يشوف حبيبه فجأة، أو لما يشوف حد يشبهه، أو يسمع اسمه فجأة فيحصل له لخبطة، ممكن وشه يحمر. دي برضو من علامات الحب. ومن العلامات برضو ان هو آه، يدي اي حاجة عشان حبيبه يعني. بتغير الحب ده، بيغير الانسان، يعني ممكن يبقى انسان بخيل تلاقيه بقى كريم، يعني بيعطي بقى الحاجة اللي ما كانش ممكن يديها خالص فيديها عشان حبيبه. وممكن واحد يعني بخيل يبقى كريم، واحد يبقى مثلا متحفظ قوي تلاقيه بقى مش متحفظ. واحد مثلا ما بيضحكش وما بيبتسمش تلاقيه بقى بيبتسم ويضحك. فبتغير الحب ده، بيغير طبيعة الإنسان خالص. وهم قالوا إن الحب ده يعني بيبقى توافق روحي، أو توافق في يعني أجزاء من النفس بين المحبين. فيعني حتى ممكن ما تكونش ليها علاقة بالشكل، أو بالصفات الخارجية، أو الصفات المادية.
لكن هي علاقة روحية يعني كبيرة. ف وزي ما قلنا بقى ان هو بيعمل يعني انسان بيتغير وبيجود بكل حاجة ممكن ما كانش بيجود بيها او بيعطيها قبل كده. ودي كلها علامات بتبقى قبل ما يتمكن الحب ويبقى يعني قوي ويحصل ارتباط بين المحبين قوي جدا يعني. لما بيتمكن بقى الحب فتلاقي الحديث بقى يبقى في السر شوية، وان هو يسيب كل حاجة عشانه. يعني ممكن يسيب شغله عشان حبيبه، ويسيب اي حد عشانه برضه. ممكن ما يقابلش حد، يعني يقابل بس هو يقابل حبيبه بس يعني. يعني ما بيسيب كل حاجة في الدنيا عشان حبيبه يعني. ويبتدي يحس بانبساط كبير قوي، فرحة جميلة. تلاقي اللي بيحب حتى او الناس اللي بتشوف واحد فرحان قوي، ايه يا عم انت بتحب جديد ولا ايه؟ والعكس يحصل احيانا، ان هو يتضايق قوي لما يكون في مشكلة مع حبيبه. وكمان من العلامات ان هو ايه يحصل بقى، بتكتر عملية ايه يعني ايه الاشارات بينهم وبين بعض، الغمز والغمز الخفي والتلميحات لبعض. لما يكونوا في وسط حد مثلا تلاقيهم ايه يعني يكلموا بعض بعيونهم وبيغمزوا لبعض، او يعني حتى بيقولوا كلام لبعض من غير ما يتكلموا لما يكونوا في وسط ناس مثلا. والحقيقة ان يعني بتحصل في المرحلة دي بقى عملية ايه يعني كمان مشاكسة ومناكفة. ان اللي بيحب حد بقى قوي ويفضل بقى الارتباط بقى قوي جدا، فيبتدي يبقى مهتم بيه قوي زيادة عن اللزوم. وكل واحد لو في كلمة مثلا قالها واحد منهم، التاني بياخدها باهتمام جدا وممكن يفسرها تفسير غلط، ويتخانقوا ويختلفوا كتير جدا، وممكن يبقوا متضادين في الآراء ويحصل خلافات بينهم كبيرة قوي. ولكن الفرق بين الخلافات دي اللي هي بين الاتنين اللي بيحبوا بعض، وبين الخلافات اللي بتبقى كراهية، ان هم بيسامحوا بعض على طول جد. يعني بيصالحوا بعض ويسامحوا بعض على طول. يعني ما مثلا ممكن تلاقيهم بيتخانقوا دلوقتي وفي مشكلة كبيرة وبتاع، بعد شوية تلاقيهم بيضحكوا مع بعض وبيرجعوا لبعض ما فيش اي حاجة بعد ما يعني. وتحصل الحكاية دي كذا مرة بقى، تحصل تتكرر كتير قوي يعني. كل شوية يتخانقوا وبعدين يرجعوا تاني لبعض كأن ما فيش حاجة حصلت. وده الفرق بينها وبين يعني ايه الخلافات اللي هي بقى قايمة على كراهية او على نفور يعني. فلان بيقولوا كمان واحيانا تبقى فيه تضاد بينهم، لكن التضاد ده اما بيوصل لنهاية التضاد يعني بيحصل له عملية ايه تكامل او تشابه. يعني الاشياء او الاضداد هي زي الانداد، لكن لما توصل لنهاية التضاد بتاعها تتشابه. يعني زي مثلا ايه بيمثلوها ان لو واحد لو انت مسكت في ايدك قطعة تلج، مسكتها فترة هتتحول او هتأثر فيك نفس تأثير كأنك ماسك نار، يعني هتلسع ايدك كأنها نار. فده اللي بيحصل في حالة المحبين رغم اختلافهم ورغم يعني خلافاتهم، إلا أنهم بيرجعوا لبعض على طول وبيسامحوا بعض. وبعد ما تلاقيهم بيتخانقوا بتاع شوية تلاقيهم بيضحكوا مع بعض وبينسوا الخلاف خالص. فدي كانت يعني بعض علامات الحب وآثار الحب. وهنكمل كلامنا عن الحب في الحلقات اللي جاية. وأشكركم ونشوفكم على خير بإذن الله.